سحر النكتة الكوميكس يعني ما تتخضش. واحد بيكلم الجمعيه الاستهلاكيه عشان الاسعار فقال لهم يا جماعه الحقوني اللبن غلي، قالوا له اطفي عليه. استنى هقول لك. طيب لا ده مش سحر خالص. اللي اقصده مع اعتذارنا يعني لاحمد سعد ان هو حبيبنا وكل حاجه، اصل النكته علشان تضحك ليها شروط لازم تكون موجوده، والا هيبقى رد فعلك عليها صمت. بالظبط زي رد فعلك كده على نكته احمد سعد. دلوقتي طبعا انت بتقول كبرت الموضوع قوي يا نور. طيب خد الأكبر بقى، النكتة اتعمل عليها دراسات نفسية واجتماعية كتيرة واهتم بيها فلاسفة وعلماء كتير زي سيجموند فرويد، واللي قال إن النكتة أحياناً بتكون وسيلة للتعبير غير المباشر عن القضايا المحظورة في المجتمع. فالموضوع فعلاً كبير. حكاية النكتة بدأت من بداية التاريخ، وطبعاً لما وصلت المصريين كالعادة لازم يحطوا التاتش بتاعهم علشان يحصل اللي حصل. واحدة من أقدم النكت اللي اتوثقت في التاريخ بترجع لسنة 1900 قبل الميلاد، وبالتحديد في الحضارة السومرية في العراق. وده بعد ما لقوا في العصر الحديث لوح طيني منقوش عليه النكتة اللي بتقول ايه بقى: مفيش ست تقعد على رجل جوزها وتلف ايديها حوالين رقبته وما تكونش عايزة حاجة. يعني من الآخر مفيش ست بتدلع على جوزها إلا لما تكون هتطلب منه طلب. حتى السومريين كانوا جايين علينا مظلومين احنا والله كستات. شعب ابن نكت وأخف دم. بتكلم عن مين بقى أنا دلوقتي؟ مصري يعني دمه خفيف. ده مش كلامي أنا، دي شهادة كل اخواتنا العرب اللي اتعاملوا مع المصريين، والحقيقة كلامهم صح، لأن جينات النكتة ترعرعت وكبرت في وادينا من أيام جدودنا القدماء. المصريين القدماء عرفوا النكتة، بس هنا بقى ما كانتش مجرد دعابة هدفها الوحيد الضحك أو الترفيه وبس. لا، جدودنا حطوا التاتش بتاعهم واستخدموها سياسيا كمان، وده اللي سجلته جدران المعابد في سنة 1600 قبل الميلاد. فهنلاقي مثلا نكتة بتعبر عن سخرية الناس من الملك سنفرو، بتقول: لو عايز تسلي الفرعون العظيم سنفرو وتخفف عنه همومه فلازم تجيب مركب في نهر النيل وتحط عليها اجمل النساء. كان خلبوس خالص جده سنفرو ده. طبعا انت هنا مش هتحس ان النكته بتضحك اصلا، وده بسبب اختلاف الزمن، وكمان خد بالك اختلاف اللغه، لان النكت ايام الفراعنه ما كانتش باللغه العربيه طبعا، لكن مع دخول الاسلام مصر وتحول اللغه تدريجيا من المصريه القديمه للعربيه بدا عصر جديد للنكته. وهنا التاتش اللي حطه المصريين كان مستمر ومبهر في كل مرحله. الحضاره الاسلاميه او العربيه بشكل عام اهتمت اهتمام كبير بالنكته، والاهتمام ده بدأ من تعريف النكته لغويا. يعني ايه نكته اصلا؟ نقطه بيضه في سواد. ايه ده بس كده؟ نقطة بيضة في سواد. ده اللي قاله الدكتور أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد المصرية في تعريفه للنكتة. ولو وقفنا عند التعريف ده هنلاقيه ينفع يعبر عن النكتة لغاية دلوقتي. هي فعلا نقطة بيضة بتيجي في وسط هم أو حزن أو حتى زهق، فبتغير المود وتفك الدنيا. العرب رغم إن هم جايين من بيئة مسيطر عليها الشعر، لكن النكتة برضو كانت حاضرة عندهم من بدري بس بشكل مختلف شوية. عارف الدس؟ أيوة بالظبط، ده اللي حصل في بعض قصايد الشعر الجاهلي، لكن وقتها كان اسمه الهجاء. يعني شاعر يزعل من التاني او يحس انه سمع اكتر منه يقوم هبده قصيدة هجاء والتاني يرد عليه. والهجاء هنا كان فيه دايما لمحة كوميدية، وده طبعا استمر مع العرب بعد الاسلام، اللي من كتر ما دسوا بعض فظهر عندنا اشهر 2 شعراء هاجوا بعض، الفرزدق وجرير، اللي من كتر ما دسوا بعض اسمهم بقى مرتبط ببعض. لكن مع مرور الوقت ظهرت النكتة بشكل أوضح عند العرب، وبقى فيه اهتمام كبير بيها لدرجة إن ظهرت مؤلفات بتوثق النكت والطرائف زي مثلا كتاب البخلاء للجاحظ. فأنت تخيل المصريين عندهم أصلا موروث نكت من جدودهم، هوب يجي لهم العرب يضيفوا الموروث ده فتظهر خلطة جديدة لكن بالتاتش بتاعنا. المصريين بدأوا يستخدموا النكتة في حياتهم اليومية، فظهرت في جلسات السيرة الشعبية، والجلسات دي كانت بتتحكي فيها حكايات شخصيات شعبية قدمت بطولات زي أبو زيد الهلالي. وهنا النكتة ما كانتش بتتقال بشكل مباشر، لا كانت بتضاف ضمن أحداث القصة اللي بتتحكي علشان تزود الفكاهة والسخرية وبالتالي تجذب المستمعين، وسيلة مساعدة يعني للراجل اللي بيحكي الحكاية. ظهر كمان الأراجوز كوسيلة للتعبير عن الشكوى من الأوضاع الاجتماعية. هتقولوا لي وفين النكتة بقى هنا؟ الأراجوز زي ما بيقول الجبرتي كان بيلف على القهاوي وقتها ويحكي حكايته، بس مش ناشفه كده، لا لازم بالتاتش المصري، لازم يحط حبه الكريز. وبالمناسبه الاراجوز فضل مكمل لعصرنا الحالي، وتسجل من فتره في اليونسكو كاحد الفنون الشعبيه غير الماديه. احنا ليه بنضحك؟ يعني المصريين ليه بيقولوا نكت؟
السؤال ده الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون جاوب عليه من أكتر من 100 سنة لما سأل نفسه إحنا بنضحك ليه؟ والإجابة اللي توصل ليها إن الضحك وسيلة المجتمع بيستخدمها عشان يعدل بيها السلوك المنحرف، وإنه مستحيل يحصل ضحك لو في عزلة أو تباعد اجتماعي. دول بالظبط المصريين، شعب بيقدس اللمة وقعدات الشلة، من أول جلسات السيرة الشعبية والربابة مرورا بقعدة المصطبة لغاية قعدات القهاوي والكافيهات. وطبعا القعدات دي لا تخلو من النكت والقفشات. المصريين مش بس حطوا التاتش بتاعهم على النكتة، ده كل ما كانت تظهر في مصر وسيلة فنية أو إعلامية جديدة كانوا بيحطوا التاتش ويلنكوا النكتة معاها. وده اللي عمله المصريين مع الصحافة في النص الثاني من القرن ال19، وبالتحديد في عهد الخديوي إسماعيل. فظهرت لينا وقتها الصحافة الساخرة زي صحيفة أبو نضارة وصحيفة مسليات ومضحكات، واللي كانت بتتكلم عن أوضاع المجتمع المصري بأسلوب ساخر. وفي القرن العشرين ظهر الكاريكاتير، واللي قدمته كتير من المجلات والصحف زي روز اليوسف وأخبار اليوم، واللي كانت دايما بتستخدم الكاريكاتير لنقد الأوضاع السياسية والاجتماعية. في نفس الفترة ظهر المونولوجيست ده بقى شخص دوره يقف على المسرح ويضحك الجمهور، سواء بقى إنه يقول نكت بشكل مباشر أو يقلد أشخاص تانية أو يغني بأسلوب طريف. وطبعا أشهر المونولوجيستات دول عندنا كان محمود شكوكو وإسماعيل ياسين الله يرحمهم. تقدر تقول المصري وقع في غرام النكت، فبقت صديق مقرب بيلجأ ليها في المواقف الصعبة. حد عايز يدوب الجليد بينه وبين حد تاني، حد عايز يصالح حد عزيز عليه مقموص منه، حد عايز يفرفش القعدة، الحل السحري في جملة واحدة. سمعت آخر نكتة؟ لكن ده ما يمنعش إن كان في تاتش سبايسي وحراق شوية حطوا المصريين على النكتة، فطلع لينا النكت الإباحية. بس دي ليها قانونها الخاص. النكتة دي بالذات بتتقال في قعدات الأنس وبين الصحاب. لو اتقالت في مكان عام لازم تكون عن طريق الوشوشة اللي بيتبعها على طول كركرة. والتاتش الحراق ده كان سبب في ظهور النكت السياسية اللي بتسخر من القرارات أو الأوضاع السياسية. فمثلا في فترة الرئيس السادات هنلاقي نكت بتسخر من تأخر قرار الحرب، وده اللي وثقه فيلم أيام السادات في مشهد الرئيس مع ابنه. قول، مش هتزعل؟ يا ما تبقاش رزق. واحد عرباجي واقف على كوبري قصر النيل ومعطل الكوبري. جاله الظابط قال له انت ايه اللي موقفك هنا؟ يلا امشي من هنا. قال له الضباب. الظابط بص حواليه ما لقاش ضباب ولا حاجه. قال له امال فين الضباب دوت؟ قال له اسال الحمار. المصريين دايما رافعين شعار لا وقت للانهيار، بيسخروا من مشكلاتهم وأزماتهم، وده بالمناسبة ورثوه من أجدادهم الفراعنة من زمان قوي. يعني لما الهكسوس احتلوا مصر، المصريين حطوا التاتش بتاعهم وحبوا يوجبوا معاهم، فرسموا فار كأنه قاعد على كرسي العرش وبيخدم عليه نسور. وطبعا الفار هنا هو ملك الهكسوس والنسور هم المصريين. الوضع ده اتكرر كتير في فترات الاحتلال والاضمحلال، فتلاقي المصريين بينكتوا على العسكري الانجليزي ابو وش احمر زي الشطه. شيخ الازهر بيقول نكته للبابا، قام البابا ردد عليه هو كمان بنكته. الحقيقه ده مش هزار، التنكيت عند المصريين مش في الشارع وبس، ده وصل للقاعات المغلقه بين المسؤولين. ده اللي حكاه قداسه البابا شنوده عن علاقته بشيخ الازهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، وقال انه كان لما يقابله يساله عن اخر نكته، ودايما كانت بتكون عن اللي مش حاببنا خالص، كوهين. مرة واحد بلدينا، طب مرة واحد صعيدي، ولا هقولك آخر نكتة عن واحد منوفي. الحقيقة ده كان أسوأ تاتش حطوا المصريين على النكتة، وهو في الحقيقة كمان مش مفهوم ليه يبقى فيه تنميط بالشكل ده في النكتة؟ ليه الشعب يسخر من نفسه؟ أو هنا بقى ممكن نسميه تنمر مش تنكيت، واللي اكيد هيزعل منه ناس كتير، ما هو انت بتتريق عليهم. لكن الجانب الكويس ان النكت دي بدأت تختفي تدريجي مع بداية عصر السوشيال ميديا. التاتش اللي غير شكل النكتة، الكوميكس والميمز. ده بقى شكل النكتة بعد المصريين ما حطوا التاتش بتاعهم في عصر السوشيال ميديا، فبقيت تشوف وتسمع نكت جديدة كل يوم عن طريق التايم لاين بتاعك. والموضوع ده مش عشوائي خالص، لا ده في صفحات بقت متخصصة في الكوميكس والميمز. لكن هنا برضو في تاتش حراق اتحط اتسبب في ظهور حرب الكوميكس. يعني هنستخدم الميمز والسخرية ضد أي حد إحنا مختلفين معاه. جمهور الأهلي هيعمل كوميكس ضد جمهور الزمالك والعكس. الفنان اللي هيقول رأيه ورأيه ده مش على هوا الجمهور هيتعمل عليه كوميكس وميمز. يعني ما بقتش مجرد نكتة خفيفة وتضحك وخلاص، لا دي بقت وسيلة نقد اجتماعي. بس كان في تاتش تاني كلنا حبيناه، النوستالجيا.
صفحات الكوميكس على السوشيال ميديا بقت بتختار لنا أفضل مشاهد كوميدية من الأفلام والمسلسلات وتصمم عليها الكوميك أو الميم، وهنا التركيز كان على أفلام الألفية أكتر. وبالمناسبة اللي حصل ده خلى فنانين كتير ما كانوش بيقدموا أعمال في فترات طويلة يبقوا موجودين وحاضرين في ذاكرة الجمهور، وده اللي قاله الفنان محمد سعد بنفسه. تأثير السوشيال ميديا ما وقفش هنا بس، فالمونولوجيست اللي قلنا عليه من شوية في عصر سيطرة التلفزيون والدش طور وبقى بيعمل فقرات نكت بتتعرض في التلفزيون، ودي كان أستاذها حمادة سلطان بالمزيكا الشهيرة بتاعته تن ترارارن تن تن. واحد احول راح يستقبل اخوه جاي من السفر، احول بقى راح ماسك الشنطه حاضنها وشال اخوه. وشوية واتطور شكل المونولوجيست وظهرت برامج الشو زي برنامج عادل الفار وعزب شو، والبرامج دي نفسها اتطورت وظهر لنا منها أبو حفيظة وعروض أكرم حسني وكمان أحمد أمين. لكن التطور الكبير اللي عملته السوشيال ميديا مؤخرا هو عروض الستاند اب كوميدي، وده تقدر تقول عليه تاتش مزدوج، يعني الفكرة أصلها فكرة المونولوجيست لكن التنفيذ بنكهة السوشيال ميديا. والتاتش المزدوج ده بدأ على إيد جيل المؤسسين زي جورج عزمي وشريف نجيب وعلي قنديل اللي سلموا لجيل جديد كان فيه اسماء بارزه كتير زي طه الدسوقي مثلا. وعلى فكره معظم الستاند اب كوميديان دخلوا الوسط الفني سواء بالكتابه او التمثيل زي وليد فواز اللي بدا مشواره بالستاند اب كوميدي وعلي قنديل وطبعا طه الدسوقي. لكن برضو التاتش استمر، ومع تطور السوشيال ميديا ظهرت افكار مجنونه للستاند اب كوميدي زي العروض التفاعليه. ده كان عمر الجمل اول حد يقدمها، وهي ببساطه ان الستاند اب كوميديان بيخلي الجمهور يكتبوا مواقف كوميديه حصلت لهم وهو على المسرح يقراها ويبدا يعلق عليها بارتجال. بدل ما كنت بتسمع تدخل لي قافيه بقى بيتقالك الافيه مش بيتشرح، وبعد ما كان بيتقال ياه دي نكته بايخه بقى يتقال ايه القلش الرخم ده. بين الجمل دي والجمل دي سنين كتيرة قوي اتحط فيها التاتش المصري وتغيرت طريقة التنكيت، لكن فضلت حاجة واحدة ثابتة، خفة الدم. عشان كده هستناك تحط التاتش بتاعك وتقول لنا في الكومنتات اكتر نكتة ضحكتك، وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. اشوفكم الحلقة اللي جاية.